السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارفين انتوا المقدار بتاع 150 جرام دقيق و100 جرام سكر ومعلقة من المحسن الجيل ومعلقة من البيكنج باودر والفانيليا طبعا، وكمان 3 بيضات، وبنضربهم كويس مع بعض جدا مع نص كوباية مية او ربع او الفنجان اللي هو بتاع القهوة. تمام، امليه ميه وابداي اضربي الاسبونج ده كويس جدا، حطيه في صينيه مقاس 24، هيطلع لك بسم الله ما شاء الله يعني طبقتين حلوين من الكيك. ابداي حطيهم كده على بعض وفي ما بينهم كده كريمه وغطيهم بالكريمه كلهم. هنبتدي بقى ان احنا نقطعها مثلثات من الجاتو. تمام، هبتدي ان انا اقسمها نصين كده زي ما شايفين. هعمل نص شوكولاته عليه صوص شوكولاته، والنص التاني هسيبه كريمه زي ما هو طبعا، والاسبونج معايا نفسه ابيض. طبعا انت اعملي بقى اللي يريحك، اعملي المقدار اللي يريحك. هبتدي ان انا احط كده صوص الشوكولاته، وصوص الشوكولاته ده لو تفتكروا اللي متابع معايا انا عامله صوص شوكولاته في الخلاط على البارد في فيديو شورتس كده لسه من قريب. تمام، هبتدي ان انا اغطي بقى صوص الشوكولاته الجنب ده كله وادخله التلاجة شويه علشان يمسك نفسه قبل ما اقطعه. بس انا ما سبتوش كتير في التلاجة، انا طلعته بصراحة كنت مستعجلة عليه فطلعته. هتقدروا تطلعوا من المقدار ده اوردرات، وهتقدروا تعملوا المقدار ده 12 قطعة من المثلثات الجاتو. بس طبعا انا قطعتها تقطيع يعني عادي. لو انت عينك ميزان كويس هتبداي ان انت تقطعي 12 قطعة. لو مش هتعرفي في قطاعة كده ان شاء الله هبقى اجيبها، اول ما الاقيها هجيبها. بتعلمي بيها بس كده مثلثات وتبداي تقطعي. لو أنتِ تقدري تقطّعي بالسكينة قطع متساوية تمام. أنا كنت هاقدر أقطّعها 8، بس أنا حبيت أقطّعها أكتر فما ضبطتش معايا أوي، بس هي هتتقطّع 12 قطعة جاتوه حلو أوي. الصينية دي مقاس 24. تمام، وابدئي إن أنتِ تطلّعي منها أوردرات. هتحطّي السكينة أو المنشار بتاعِك في مَيّة ساخنة، وتبدئي إن أنتِ تعلّمي كده على العلامات اللي أنتِ هتمشي عليها في التقطيع. وبعد كده مرّة تانية تروحي بقى نازلة بالترانش بتاعِك مرّة واحدة كده لتحت عشان تفصلي المثلثات دي عن بعضها. طبعًا هابتدي إن أنا أغيّر الصينية أو القاعدة اللي هي عليها الجاتوه علشان خاطر الشوكولاتة سالت، إن الجو حَر جدًا. الأوردرات بقى تطلّعيها إزاي؟ أنتِ بتحسبي الخامات بتاعتِك اللي أنتِ حاطّيها من أول الإسبونج لحد الfinish في الآخر خالص، وتحسبي بقى الغاز بتاعِك الكهربا بتاعتِك، كل الكلام ده عشان كريم الشانتيه والكلام ده كلّه، وتحسبي الخامات بتاعتِك أنتِ استخدمتِ خامات إيه، هل نوع الشوكولاتة إيه، نوع الكريمة إيه، على حسب في أنواع كتير جدًا. تمام، وطبعًا الناس كلّها أو أغلبية الناس متفقة إن المتحدة بجميع المنتجات بتاعتها كويسة، إذا كان متحدة مضرب أو ألفا أو ريتش المتحدة تحفة جدًا، دي أحسنهم. تمام، شوفي أنتِ استخدمتِ كريمة لباني والّا كريم شانتيه، استخدمتِ إيه في الوصفة، حطيتِ مكسرات في النُص، حطيتِ فاكهة، حطيتِ إيه، وابدئي إن أنتِ حطي المكسب بتاعِك اللي يريحِك على حسب مكانِك وعلى حسب الخامات اللي أنتِ استخدمتيها. طبعًا أنا باتمنى إن أنتم تحطّوا لي لايك كده للفيديو، و تحطّوا كمان اشتراك وتفعّلوا زر الجرس عشان يوصل منّي كل جديد. وده كده حاجة من مشروع من مشاريعي البيتي لشغل الأونلاين. هابتدي كده شوية الكريمة الفاضلين عندي حطيتهم في التِب بتاع البيتي فور، وهابدأ إن أنا أنزل روزيتات كده عليها. عندي بقى أي finish في البيت كريسبي الwafer إذا كان بالشوكولاتة بقى أنا عندي هنا بالفراولة، شوية مكسرات يعني الفستق ده كان مطحون عندي كده شوية صغيرين جدًا، رُحت حاطاهم يكسروا اللون. بصراحة كانت تحفة جدًا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك الاشتراك وتفعيل زر الجرس يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.